اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي واصحابي في الله، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وعلى خير، ويجعل ايامكم وحياتكم ان شاء الله كلها خير وسعاده باذن الله. النهارده نعمل بتنجان، طبعا توفيرا للزيت، فهنعمله بطريقه حلوه قوي، ومش هنعمل بابا غنوج عشان ما حدش يقول لي انت حطيتيه عشان تشويه يبقى هتعملي بابا غنوج. لا، مش هعمل بابا غنوج، انا هعمل حاجه تانية خالص نهائيا بطريقه حلوه قوي قوي هتعجبكم. اول حاجه انا جبت كيلو من البتنجان هشويه، طبعا علشان ايه؟ يقعد معانا يومين، يعني ناكله في الاكله يومين ونعمله اي حاجه كده ايه جنبها. هعمله بطريقه حلوه قوي اكنك بتاكلي مسقعه، بس مسقعه مشويه. فانا هشوي بقى البتنجان بتاعي كده. طبعا بقى ما تنسيش يا بطه يا وزه يا حلوه انت وهي تحطي لي اللايك، ولو اول مره تشوفيني تعملي لي اشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد على قد الايد. بصي، ما تروحيش في اي حتة تانية وما تطلعيش من الفيديو، هتستفادي بجد بأمانة. هنوفر في الزيت وهنعمل مسقعة بطريقة حلوة جدا وسهلة جدا. هنا بقى كده هنبتدي بجد. خلاص شوينا البتنجان بتاعنا زي ما انتوا شايفين، هتبتدي تقشري البتنجان. طبعا انا زي ما انتوا شايفين بحب اشويه على الصاجة علشان خاطر ما يتحرقش مني. بصوا بيطلع مشوي حلو يعني، والقشرة كمان بتتشال معانا بسهولة. طبعا هو سخن، هسيبه يستهدى شوية وتعالي بقى نكمل بقية وصفتنا بقى الحلوة. هتطلع معاكي وصفة بجد تحفة، جربيها ومش هتندمي. احنا بقى كده هنبتدي ان احنا نقشر بقى البتنجان بتاعنا بعد ما شويناه. طبعا انا لما حطيته على الصفيحة اللي احنا بنحط عليها الرز او الشياطة، ما بيلزقش. بصوا بيطلع معاكي بكل سهولة، بيبقى سهل كده في التقشير. طبعا هو سخن، فانا مش هعرف ان انا اقشره وهو سخن قوي كده، هسيبه بس يستهدى شوية وهبتدي ان انا اقشره. حبيت اقشره واوريه لكم ان هو لما بيتحط على الشياطة ما بيلزقش منك قوي. بقى كده انا حطيت الطاسه على النار وحطيت فيها شويه من الزيت، وجبت بصلتين كبار خرطتهم. انا مخرطاهم جوليان او نص حلق كده زي ما انتوا شايفين. ليكي طبعا حريه الاختيار في التقطيع، كل واحد على حسب ما بيحب. في ناس مثلا ما بتحبش البصل في الاكل فتقدر ان هي تضربه في الكبه، فكل واحد على حسب ما هو حابب بيعمله ازاي. يعني بالنسبه للبصل يعني التقطيعه دي راجعالك انتي. انا بقى هقلب البصل ده في الزيت كده شويه، يعني يا دوبك ان هو ايه يبتدي يدبل سيكه كده، او ياخد اللون اللي هو الاصفر، مش اللون الذهبي او المحروق، لا، اللون اللي هو المصفر ده بس كده. تمام، هديله بقى التقلبتين وتعالي شوفي هنعمل ايه مع بعض. بصي بقى هنا يا ست البنات، طبعا بقى لحقت البصله كانت هتتحمر يعني، ونزلت عليها بطماطمايه كبيره وتكون مستويه زي ما انت شايفه كده وتكون حمراء. طبعا ده توفيرا لان الزيت غلا جدا، وهتيجي تحمري البتنجان في الزيت هيشرب منك زيت. فهنعمل طريقه حلوه قوي قوي ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. هننزل كمان بحته من الفلفل الاحمر وحته من الفلفل الاصفر، لو متوفر ماشي، مش متوفر خلاص مش مشكله، بس هو يعني مليان في السوق اليومين دول. وكمان هننزل بفلفل كوبي اخضر. تقدري لو انت ما عندكيش الاحمر والاصفر حطي فلفل كوبي اخضر وخلاص. كمان بقى لو عايزه تشطشطي بقى الاكله دي بقى وتخليها كده مشطشطه، انزلي بقى بقرن فلفل حامي كده عليهم. بصي هتبقى تحفه. بس طبعا انا عندي مشكله في الحامي شويه عشان ماما والاولاد، فما بحطش حامي. كده جبت فصين من الثوم وخرطتهم ونزلتهم طبعا عليه. تحبي تدوقيه دوقيه مفيش اي مشكله. طبعا ريحه الخضار مع البصل مع الثوم بيبقى ريحه حلوه جدا. هنا بقى كده زي ما انتوا شايفين ادي البتنجان بتاعي بعد ما قشرته. طبعا اتقشر معايا بكل سهوله لانه مش لازق ولا في اي حاجه خالص. اشويه على الشياطه بتاعه الرز، مش هيلزق منك وهيتشوي معاكي كويس. هنبتدي ان احنا نقطعه كده زي ما انتوا شايفين تقطيع خفيف بس كده. وهناخد بقى البتنجان بتاعنا ده ونروح فين؟ نروح على الطاسه اللي احنا سايبينها على النار بتتسبك كده مع بعضها، ونشوف هنعمل ايه. هنعمل كمان كام خطوه كده حلوين، هيطلع معاكي طبق بتنجان روعة تحفة بجد. وكمان ما تنسيش اهم حاجة، وفرنا في ايه؟ وفرنا في الزيت. هنا بقى ادي الخلطة بتاعتي اهي اتسبكت مع بعضها. طب هنعمل ايه؟ هنجيب بقى معلقة صلصة حلوة كده من عندك اهي. ادي معلقة كده، بس معلقة تكون محترمة، يعني انا معلقتي صغيرة فحطيت معلقة ونص بيها اهو زي ما انتوا شايفين كده. مش عايزة اهدر بقى اي حاجة خالص، انا بتعامل بطبيعتي قدامكم. وهننزل بقى بالبهارات بتاعتنا. فهنحط بهارات ايه؟ بهارات بقى سهله بتاعتنا العاديه خالص. في ناس بتحب تحط واحده مرقه، بس انا ما حبيتش بصراحه احط مرقه في الخلطه دي خالص نهائيا. انا بقى هحط بس ايه؟ ملح، فلفل، كزبره. دي طبعا الكزبره الناشفه بتبقى تحفه جدا يا جماعه مع البتنجان، حاجه كده وهم والله. زي ما قلت لكم انا بحب برضو احطها مع اللحمه والفراخ. وهننزل بالملح
وطبعا بقى نظبط الملح بتاعنا، وكمان هننزل بالفلفل الاسمر وبس، مش هنحط اي حاجة تانية. اخر حاجة هنحطها هو الفلفل الاسمر بتاعنا، ولو عايزة تزودي شوية عشان تشطشطيها سنة كده، لو انتي ما حطيتيش قرن فلفل مفيش اي مشكلة. ونقلب كل ده كده مع بعضه. كده هنجيب بقى البتنجان بتاعنا اللي احنا قطعناه وهننزله على الخلطة دي، ونبتدي ان احنا نقلبه. طبعا انا عامله كيلو بتنجان علشان خاطر لو اتبقى حبه ناكلهم تاني يوم جنب بطاطس محمره، جنب شويه مكرونه، جنب اي حاجه بقى. تمام. هنبتدي ان احنا نقلب وندخل بقى الخلطه الحلوه بتاعتنا دي كويس جدا جدا، ونوطي عليها النار ونسيبها كده بتاع 5 دقايق 7 دقايق. ما تنسيش ان كل اللي معاكي ده، كل الخضار ده مستوي، مفيش حاجه مش مستويه. تحفه يا جماعه وطعمه حلو جدا جدا. في محلات كتير بتعمله كده، وبتعمله سندوتشات مع الفول والفلافل، بيبقى تحفة بجد. انا بقى كده استبك، وبجد مش قادره اقول لكم طعمه حلو قوي. جبت بقى لقمه كده علشان ادوقه، يعني مش معقوله بقى هعمله يعني ومش هدوق الطعم والريحه بقى. مش عايزه اقول لكم طلع تحفه بجد بامانه. حط بقى فلفلتين كده عشان يفتح النفس بقى، ويبقى له شكل يعني ومنظر كده. تمام. لو عجبتك الفكرة متنسيش تحطي لايك يا بطة يا وزة يا حلوة انتي وهي، وان شاء الله بإذن الله تعجبكم. جربوها مش هتندموا. بجد وصفة هايلة وحلوة قوي قوي. ممكن تجربيها بمتنجانية واحدة بس. واقولك زي ما بقولك كل مرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.